كانت ليلة شتوية قاسية، والبرد يتسلل إلى البيت رغم الأبواب المغلقة. الهدوء كان مخيفا، كأن الجدران نفسها تحبس أنفاسها. كنت مستلقية على سريري، أضم الغطاء حولي محاولة أن أشعر بالدفء، حين سمعت طرقا خفيفا على الباب. قبل أن أجيب انفتح ببطء. دخل ابني راشد، واقفا عند العتبة بابتسامة الخجولة. قال بصوت منخفض: يمه، أقدر أنام عندك الليلة؟ ضحكت بخفة. وش فيك؟ خلاص كبرت، لك غرفتك. جلس على طرف السرير ونظر للأرض. أدري، بس الجو بارد، وتذكرت أيام وأنا صغير. لا تقولي لإني ثقيل عليك، أحيانا أحس إنك ما تبيني حولك. كلماته كسرت قلبي. راشد كان آخر أولادي، والوحيد اللي بقالي بعد وفاة أبوه قبل 15 سنة. وقتها كان عمره 4 سنوات فقط. من ذاك اليوم صارت حياتي كلها تدور حوله. قلت له بهدوء: يا ولدي، أنت أغلى شيء في حياتي، بس لازم تتعود تعتمد على نفسك. هز رأسه، لكن عيونه كانت مليانة حزن. أنا ما طلبت كثير، بس أبي أحس إنك قريبة مني. في الفترة الأخيرة تصرفاته تغيرت، صار يسأل عني كثير، يرجع بسرعة للبيت، يجلس جنبي طول الوقت. في البداية حسبتها محبة طبيعية، لكن شيئا داخلي كان يقول إن الوضع مو طبيعي. في يوم اتصل علي من المحل وقال بحماس: يوم تعرفتي على بنت. فرحت له، طبيعي شاب يفكر بالارتباط. لكن بعد أيام رجع متأخر، شكله مرهق وغريب. وقف عند باب غرفتي يمه، أقدر أكلمك شوي على انفراد؟ قلت له: وش فيه؟ تنهد وقال: كنت مع البنت، بس طول الوقت أفكر فيك، ما أرتاح إلا إذا شفتك. تجمدت مكاني. هذا الكلام مو المفروض ينقال من ولد لأمه. حاولت أضحك وأغير الموضوع، لكن الإحساس المزعج كبر داخلي. ومع الأيام تصرفاته صارت أوضح وأخطر. كنت أعرف أن في شيء غلط، لكن ما كنت متخيلة إلى أي درجة. لكن ما قاله راشد بعد أسابيع سيجبرني أواجه الحقيقة التي كنت أهرب منها. مرت شهور والوضع يزداد سوءا. راشد صار يعتمد علي بشكل مبالغ فيه، يغار إذا خرجت، يزعل إذا تأخرت، يراقب كل تحركاتي. كنت أبرر له فقدان أبوه، الوحدة، الضغوط، لكن الحقيقة كانت أوضح من ذلك. في مساء هادئ جلست معه وقلت: راشد، لازم نتكلم. نظر لي باستغراب. تصرفاتك ما صارت طبيعية، حبك لي شيء جميل، لكن اللي يصير الآن تعلق مو صحي. تغير وجهه. يعني أنا غلطان؟ ليش ما وقفتي من زمان؟ قلت بهدوء: كنت أحسبها مرحلة، بس لازم نوقفها قبل ما تأذيك. وقف بغضب: أنا ما أبي أحد غيرك، لا زواج ولا ارتباط، أنت تكفيني. وقتها قلبي وقع. عرفت أن الموضوع تخطى الحدود الطبيعية. قلت بحزم: هذا مو صح يا ولدي، لازم تبني حياتك. بدأت تدريجيا أرجعه للطريق الطبيعي. شجعته على الرياضة، الخروج مع أصدقائه، الدراسة والعمل. كانت فترة صعبة مليانة خلافات ودموع، لكن مع الوقت بدأ يتغير. وفي يوم قال لي: يمه، فهمت، كنت أهرب من الفراغ داخلي. حمدت الله أننا تداركنا الأمر، لكن الهدوء لم يدم طويلا، لأن قصة أخرى كانت على وشك أن تبدأ. قصة فتاة ستكشف سرا أخطر. فتاة سمعت حديثا بالصدفة، وكان ذلك الحديث بداية كابوس طويل اسمها مريم. رجعت للبيت يوما تتوقع تجد أمها وحدها، لكنها تفاجأت بصديق العائلة جالس معها، يتكلمان بصوت منخفض. نظراتهم كانت غريبة. اختبأت خلف الجدار تسمع. قال الرجل: لازم توقفون معي، الموضوع كبير. انفجرت مريم ودخلت: وش السالفة؟ وليش تتكلمون كذا؟ رد ببرود: أنت ما تعرفين اللي يصير، البيت هذا جزء من الحل. ارتبكت. قال بابتسامة باردة: بأسجله باسمكم وأوفر لكم كل شيء، بس تسمعون كلامي.
نظرت لأمها بصدمة. ليش ساكتوا؟ لكن أمها قالت بحدة: كفاية أسئلة. ذاك اليوم أخذوها لمطعم فاخر، الأكل كثير لكن قلبها ثقيل. كرر الرجل كلامه. صرخت: أنا أبي أعيش حياة طبيعية، أتزوج وأكون بيت مو أسرار. قال بهدوء مخيف: الفلوس تصلح كل شيء. وكان واضح أن أمها موافقة. مريم حست إنها محاصرة، لكن سبب تصرف أمها الحقيقي لم يكن كما ظنت مريم. مع الأيام تغيرت أمها أكثر، ترفض الخطاب، تتشدد عليها، تتكلم دائما عن الأمان والبيت والمال. وأخيرا واجهتها مريم: يمه ليش تسوين كذا؟ أنا كبرت. تنهدت الأم وبكت لأول مرة. يا بنتي الدنيا قاسية، تعبت كثير بعد أبوك، أبي أضمن مستقبلك، بس التحكم مو حماية، أنا خايفة. همست. فهمت مريم أن أمها أسيرة الخوف لا القسوة. حضنتها وقالت: خليني أعيش حياتي. وافقت الأم أخيرا، لكن بقي سؤال واحد: ماذا يريد ذلك الرجل فعلا؟ بدأت مريم تعتمد على نفسها، تدرس، تعمل، توفر مالها. وفي يوم واجهت الرجل: ما أبي بيتك ولا فلوسك. تفاجأ، قالت بثقة: الأمان الحقيقي من نفسي. بعدها اختفى من حياتهم، وعادت العلاقة بين مريم وأمها أفضل من قبل. وتعلمت مريم: المال ليس أمان شيء، السيطرة ليست حب شيء، القوة من الداخل. لكن حين ظنت أن كل شيء انتهى، وصلتها رسالة أعادت فتح كل الأسرار من جديد. كانت مريم جالسة في غرفتها مساء، تراجع دروسها بهدوء. مرت أسابيع منذ اختفى صديق العائلة من حياتهم، وعاد البيت أخيرا يشعر بالراحة. أمها أصبحت أهدأ، تضحك أكثر، وتتحدث عن المستقبل بدون خوف. لأول مرة شعرت مريم أن حياتها بدأت فعلا. لكن فجأة رن هاتفها، رقم غريب. ترددت قليلا ثم فتحت الرسالة: تظنين أن القصة انتهت؟ ما زال في أشياء ما تعرفينها عن أمك، ولو عرفتيها يمكن تكرهينها. تسارعت دقات قلبها. كتبت بسرعة: من أنت؟ وماذا تقصد؟ لكن لم يصلها رد. جلست تحدق في الشاشة ويدها ترتجف. هل عاد الرجل؟ هل هناك سر آخر؟ قضت الليل تفكر، وفي الصباح لاحظت أن أمها شاحبة الوجه وكأنها لم تنم. قالت مريم بحذر: يمه في شيء صاير؟ ترددت الأم ثم قالت: لا يا بنتي، بس تعبانة شوي. لكن مريم لم تقتنع، قررت أن تواجهها. جلستا معا في الصالة والهدوء ثقيل. يمه، وصلني أمس كلام غريب عنك، قالوا إن في أسرار ما أعرفها. تغير لون وجه الأم، سكتت طويلا ثم قالت بصوت مرتجف: مين اللي كلمك؟ هنا تأكدت مريم أن هناك شيء مخفي. يعني في شيء فعلا؟ أغمضت الأم عينيها وكأنها تستجمع قوتها. يا بنتي، في أشياء سويتها زمان مو فخورة فيها. بعد ما تركنا أبوك كنت ضعيفة، خفت من الفقر، من الوحدة، من ضياعك. بدأت الدموع تنزل. ذلك الرجل في فترة من حياتي وثقت فيه زيادة، ساعدنا وصرت أعتمد عليه، ومع الوقت صار يتحكم في قراراتي. شهقت مريم: يعني كان يستغلك؟ هزت الأم رأسها: كنت أظن أنه يساعدنا، لكنه كان يبني نفوذه علينا خطوة الخطوة. البيت، المال، كل شيء كان وسيلة للسيطرة. سكتت لحظة ثم قالت: وأنا سكت لأني خفت نخسر كل شيء. شعرت مريم بمزيج من الغضب والحزن. ليش ما قلتي لي من البداية؟ لأني كنت أظن أني أحميك. تنهدت مريم: يمه السكوت ما يحمي، الحقيقة هي اللي تحمينا. حضنتها أمها بقوة: سامحيني. في تلك اللحظة فهمت مريم أن الخوف يمكن أن يجعل الإنسان يرتكب أخطاء كبيرة، لكن الرسالة لم تكن صدفة،
كان واضحا أن ذلك الرجل لم ينسحب بسهولة. وفي نفس اليوم لاحظت سيارة سوداء تقف قرب البيت لفترة طويلة، شخص بداخلها يراقب. شعرت بقشعريرة تسري في جسدها. همست لنفسها: واضح أن القصة ما انتهت بعد. لكن ما ستكتشفه مريم عن الماضي المظلم لذلك الرجل سيجعل الخطر أقرب مما تتخيل.